تعالوا النهارده هنعمل بيتزا وكمان هنفرز عجينه البيتزا. لايك بقى واشتراك جميل، ويلا نشوف طريقتنا مع بعض. في طبق فاضي هنضيف كوبايتين ميه دافيه، هنضيف عليهم كمان 3 معالق كبار من السكر، هنضيف عليهم كمان معلقتين كبار من الخميره الفوريه. هنخلط المكونات بتاعتنا مع بعض وهنغطيهم وهنسيبهم لمده 5 دقايق. هنجهز بقى في الوقت ده المكونات الجافه. معايا هنا 6 كوبايات من الدقيق، هضيف عليهم معلقه صغيره كده من البيكنج باودر ومعلقه صغيره كمان من الملح وكمان 3 معالق كبار من اللبن البودر. هنخلط بقى المكونات الجافه دي مع بعض. وهنا بقى كان عدى على اختبار الخميره الفوريه 5 دقايق، كانت عامله الرغاوي دي على الوش وكده الخميره بتاعتنا صالحه للاستخدام. هنضيف عليهم المكونات الجافه وهنقلبهم مع بعض. هبتدي بقى اعجن بايدي واشوف ملمس العجين بتاعي عامل ازاي. ولو حسيتي هنا ان العجينه يابسه معاكي وما فيهاش ميه كفايه، ضيفي من ربع كوبايه ميه لنص كوبايه ميه بالتدريج، ميه تكون دافيه. هنعجن بقى فيها لحد ما نحس ان العجينه بتاعتنا لينه كده، او يعني عجينه مش يابسه اهم حاجه، وتكون ملزقه على خفيف لحد بقى ما نوصل لقوام العجينه ده، يعني تكون كده ملزقه زي ما انتم شايفين وكمان مش يابسه معانا. واول بقى ما نوصل لقوام العجينه ده هنضيف حوالي 3 معالق كبار كده من الزيت، وبعدين بقى هنكمل عجن فيها. وهنحس بس في الاول ان العجينه بتاعتنا فصلت مننا، بس كملي عجن لحد الاخر هتلم معاكي تاني وهتبقى زي الفل وتمام. بعدين بقى هنلم العجينه بتاعتنا وهندهن الطبق بتاعنا دهنه زيت خفيفه كده، وهنحط العجينه بتاعتنا كده في الطبق وهنحط لها كده حبه زيت على الوش وهنغطيها بقى بستريتش وهنسيبها بقى لمده ساعه. في الوقت ده هنجهز الحشو. معايا هنا كوبايه كده من الزبادي، هضيف عليها حوالي معلقتين كبار كده من الصويا صوص، وهضيف كمان كده ورق لورا وحبهان وقرفه وبصل بودر وتوم بودر وفلفل اسود وكمون وكزبره وحبه بابريكا وحبه كاري وحبه كركم، واخر حاجه معلقه صغيره كده من الملح. هنقلب بقى كده التتبيله الحلوه دي مع بعض، وهعصر عليها كمان عصير نص ليمونه. هقلبهم مع بعض كويس جدا، وهضيف على التتبيله الحلوه دي صدر فرخه كده مقطعه مكعبات صغيره. هقلبهم مع بعض كويس جدا وهسيبهم حوالي نص ساعه كده. لو حابه تسيبيهم في التتبيله الحلوه دي اكتر من نص ساعه عادي برضو، على حسب بقى الوقت اللي معاكي. بعد كده بقى هنجهز الصلصه اللي بتتحط على عجينه البيتزا. معايا هنا 3 معالق كبار من الصلصه المعلبه، هضيف عليها 3 معالق كبار كده من الكاتشب، هضيف عليهم كمان معلقه كبيره كده من الزيت وربع معلقه صغيره من الملح، وهضيف عليهم حوالي 3 معالق كبار كده من الميه. اقلبهم بقى كده مع بعض كويس. وهنا حابه تضيفي التوابل اللي انت عايزاها تضيفيها. حطيت هنا حبه كزبره، حبه فلفل اسود، حبه كمون، قلبتهم تاني. وهنا بقى كده الصلصه بتاعتي كانت جاهزه. وهنا بقى كان خلاص عدت نص ساعه كده الفراخ اتشربت من التتبيله. جبت كده طازه على النار وهحط فيها حبه زيت. هننزل بقى بالفراخ بتاعتنا كده وهنشوحها كده كويس. وفي الوقت ده النار كانت عاليه، هنشوحها بقى كده كويس لحد ما الفراخ تنزل الميه بتاعتها وتستوي بيها. اول ما احس ان الفراخ بتاعتي نشفت خالص كده من الميه واتشوحت كويس، هنزل كده بمعلقه توم مفروم، قرنين فلفل حامي لو حابينها سبايسي. هنديها بقى كده تشويحه حلوه بعد ما نحط التوم والفلفل وهنشوحها كويس. حابه هنا تضيفي اي توابل، حابه تضيفيها زياده ضيفيها. انا حطيت هنا حبه فلفل اسود وحبه كزبره ناشفه. وهنا بقى كانت خلاص نشفت خلاص من السوائل. هطفي عليها بقى. هنيجي بقى هنا للعجينه بتاعتنا، كانت خلاص خمرت. المفروض بقى العجينه دي هتعمل لنا 4 بيتزات كبار. هقرص كده 4 كور، 2 هنعملهم دلوقتي و2 هنفرزهم. سيبهم بس دقيقتين يرتاحوا معانا شويه، وبعد كده ببتدي افردهم في الصينيه بتاعتهم، عشان لما بتسيبيهم كده يرتاحوا شويه بيتفردوا معاكي بكل سهوله. هنجيب بقى كده شوكه وهنبتدي بقى نخرمهم كده بالشوكه، علشان مش عايزين البيتزا بتاعتنا تقب كده لفوق. عملتها كده بقى كده كلها بالشوكه، خرمتها كده كلها. وهنعمل برضو نفس الكلام في البيتزا التانية. وحاولي تخلي السمك بتاع العجينه كده رقيقه خالص، يعني تبقى رفيعه كده مش تخينه، علشان تبقى حلوه معاكي وخفيفه ما تبقاش تقيله ومكبسه. خرمتها بالشوكه والخطوه دي مهمه جدا. بعد كده هحط بقى الصوص اللي احنا عملناه مع بعض ده، هنفرده بقى كده كويس كده على العجين. عملت برضو التانية نفس الكلام. بعدين بقى نحط الحشوه بتاعتنا، سواء فراخ سواء لحمه مفرومه بقى متعصجه، ميكس جبن او ستريبس، اي حاجه عندك ممكن تحطيها. ممكن برضو تحطي تونه. جاهزه بقى هنا فلفل رومي متقطع شرايح، وكمان طماطم متقطعه شرايح كده جوليان. واخده اللحمه بس بتاعه الطماطم، وهحط كمان الزيتون. اخر حاجه بضيفها بقى الجبنه الموتزاريلا، بس عايزه اقول لكم ان دي مش جبنه موتزاريلا، دي جبنه مشلله اسمها، او مشلله، نوع جبنه كده سوري. هي فيها مطه عاليه ايوه، بس طبعا مش نفس طعم الجبنه الموتزاريلا. الجبنه الموتزاريلا افضل مع البيتزا. دي كانت عايزه تتحط الاتنين مع بعض، بس انا ما كانش عندي غير هي دي فحطيتها بس. ولو حابه تستخدمي برضو نوع جبنه موتزاريلا كويس، نوع الحمد حلو جدا. وهنا بقى كنت خلاص جهزت الاتنين بيتزا، خلاص خلصوا. هندخلهم بقى الفرن على درجه حراره 200 في فرن سابق التسخين. ولو عندك الجبنه بتسيح بسرعه او لونها بيحمر معاكي بسرعه، ممكن تحطي الجبنه اخر دقيقتين كده في التسويه. طبعا مشغله الفرن فوق وتحت علشان الجبنه تاخد معايا اللون الذهبي الحلو ده. والبيتزا مش بتاخد وقت معانا كتير في الفرن. وعايزه اقول لكم حاولوا تقلبوا كده الصواني كده باستمرار علشان كل ياخد لون واحد. هنقطعها كده بقى ونطلعها كده من الصواني.
شايفين بقى كده ما شاء الله كمان طعمها كان روعه جدا. بصوا كمان، بصوا كده المطه بتاعت الجبنه، هي المطه عاليه بس الطعم بيختلف سنه، هي حادقه سنه عن الجبنه الموتزاريلا، بس طعمها كان جميل جدا. وكمان العجينه من تحت كده واخده السوا المظبوط. شايفين ما شاء الله شكلها جميل وطعمها روعه جدا. اتمنى ان انتوا تجربوها وتكتبوا لي عن رايكم في الكومنتات تحت. هنيجي بقى هنا لعجينه البيتزا اللي احنا هنفرزها. كنت مغطياها كده بالستريتش كده، لان انا سويت التانيين لوحدهم وهسوي بقى برضو دول لوحدهم، لان دول مش هياخدوا وقت خالص، هما دقيقتين بس 3 كده في الفرن وهنطلعهم على طول. فردتهم كده كويس في الصواني بتاعتهم، الصواني مدهونه دهنه كويسه كده من الزيت، واحده كبيره وواحده صغيره، بس عادي يعني مش مشكله. اي وقت كده هبقى مستعجله هطلعهم واحط لهم بقى الحشوه اللي انا عايزاها، سواء ميكس جبن، سواء يعني مثلا فراخ او اي حاجه جاهزه معايا. هخرمهم بقى كده بالشوكه الاول، وبعد كده هدخلهم الفرن 3 دقايق وهطلعهم على طول. وهنا بقى كنت خلاص طلعتهم من الفرن، ما خدوش وقت معايا خالص، بالكتير خالص اخدوا 3 دقايق، وكمان ما خدوش لون من تحت خالص، يعني لسه هم زي ما انتم شايفين كده من الظهر ما خدوش لون خالص، يعني بمجرد بس من ان هي اتشمعت كده في الفرن وخلاص طلعتها على طول. هدخلهم بقى الفريزر زي ما هم كده مفرودين، اهم حاجه تخليهم مفرودين علشان ما يتكسروش معاكي في الفريزر. شايفين بقى هنا ما خدتش لون معايا خالص، يعني بصوا شايفين اللون بتاعها عامل ازاي، نص تسويه كده علشان لما تيجي تحط الحشوه تاخد اللون المظبوط. هنحطهم في اكياس زي ما هم كده مفرودين وهندخلهم الفريزر. وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو بتاع النهارده. اتمنى الفيديو يكون افادكم، لان ده هدفي من القناه. ومليون مرحب بكل المشتركين الجدد، زادت القناه نور وشرف بانضمامكم لينا، وكل الشكر والتقدير لمتابعيني وحبايبي. ويلا بقى لو اول مره بتشوفوني ما تنسوش بقى تدعموني بلايك واشتراك وفعلوا الجرس على كلمه الكل علشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله. شكرا جدا ليكم، سلام عليكم.